انا زهقت وقرفت من نفسي ومن الناس كلها يا عم عاشور. وانت على طول بتنفخ كده يا زنفل؟ هو يعني انا غاوي نفسك ولا الدنيا هي اللي عماله تنفخ فيا يا عم عاشور؟ قضيتك مع المحامي اللي ضربته وصلت لفين؟ اهي لسه متنيله في المحكمه، والمحامي كل يوم عمال يأجل، باني هفتح دماغه هو كمان. الله، هو انت واخد توكيل في فتح دماغ الناس؟ من عمايلهم السودا يا عم عاشور. قاعدين لسه فاتح دماغ واحد. يا دي مصايبك اللي ما بتخلصش. اعمل ايه؟ قلت له نزل ما نزلهاش، يبقى افتحها ولا ما افتحهاش؟ ينزل ايه يا زنفل؟ ايده. قلت له يا ابني عيب نزلها، ما رضيش انزلها. الله، هو كان رفعها عليك؟ استجري، ده انا كنت مدعها. ما رفعها على مين؟ ما رفعهاش خالص، بس كان حاططها على كتفها. كتف مين؟ شوف يا عم عاشور، انا كنت راكب عربيتي وماشي كده ومشغل شريط كاسيت بتاع عبد الحليم حافظ ومعلق في المرايه عرقين ورد. قام ايه واد وبنت شاورولي، وقفت لهم ركبوا العربيه وبص في المرايه لقيته حاطط ايده على كتفها. مش يمكن جوزها اخي؟ سالته. قال لك ايه؟ قال انت مال اهلك. وبعدين؟ بعدين هي فيها بعدين، ما خلصت بقى. عملت ايه يا منيل؟ اتلفت له بس راح منزلها. نزل ايده؟ لا، البت اللي كانت معاه في التاكسي. ليه بقى؟ اصل انا جاي بضربه بالقلم راح موطي جه في البيت. انت عايش يا وين؟ قال لها انت لسه يا سهام، انت لسه يا سهام، انا هوري له. وانت ضربته بالقلم؟ ده في الاول. في الاخر ما دريتش بنفسي يا عم عاشور، دماغي دي بقت عامله زي مكنه البسطرمه، عماله رايحه جايه رايحه جايه تهبط في دماغ الولد. يعني فتحت دماغ الولد؟ امال يعني اقعد اسوق قدام وهو قاعد سايق فيها ورا؟ لا فالح. المهم مش دي القضيه يا عم عاشور. امال ايه القضيه يا زنفل؟ الاستاذ حسني ابو الواد ماله الرخر؟ بيقولوا جاله ارتجاج في المخ. انت ضربت ابو الواد راخر؟ ما هو جاي لي مزرزر لما لقاني بضرب اخوه. قصدك ابنه؟ اخو الراجل عم الواد ضربته راخر؟ اصله كان نازل بالصدفه يروح بهنس. بهنس مين؟ بهنس اخو الولا بقى، ما هو بهنس ده قص الفساد، طلع يجري عليا زي المجنون وماسك في ايده طوبه لما شافني بضرب اخوه. ضربك بالطوبه؟ ما هي جت في يسري. يسري مين؟ اخو البت. بنت مين؟ بنت شهاب اللي كانت راكبه معايا في العربيه اللي انا شفتها في المرايه. كان نازل بالصدفه وشايل سلطانيه ترشي وراح يجيب ترشي. اوعى تكون ضربت بتاع الترشي. كان قافل. الحمد لله، يعني خلصت على العيله كلها. انا مش غلطان يا عم عاشور، هم الغلطانين، كفايه انهم ضربوني في حدتي. هم ساكنين فين يا زنفل؟ حاليا عنبر 7 في القصر العيني. يا زنفل يا زنفل. مساء الخير يا مدام. جيت المكتب يعني؟ الحقيقة أنا رجعت نفسي، حسيت إنه نوع من الضعف فصممت إني أجي. برافو كده، تبقي أقوى من المحنة والتجربة اللي مريتي بيها يا مدام نور. البركة فيك وفي وقوفك جنبي في المحنة دي يا أستاذ أحمد. وقوفي جنبك ملوش معنى من غير تصميمك. أنا سعيد جدا إن حضرتك تمسكت تاني كده، بقى أقدر أسافر وأنا مطمن. أنت مسافر؟ بكرة هروح أعرض المستندات اللي لقيتها على الأستاذ. دقيقة واحدة هجيبها لحضرتك من المكتب التاني عشان أعرضها عليك. دقيقة واحدة.
يعني قال لك ايه بالظبط يا جمالات؟ قال لي كل خير يا بابا. مش فكري طلع سليم وكويس قوي. سليم ازاي فاهمين؟ افهم حضرتك. ما هو اللي اسمه سلطان ده هو اللي كان صاحب الفلوس الاول. وايه اللي جراله؟ اللي جراله حصلت له ظروف وفلس. راح فكري اشترى نصيب. اشترى نصيب. وفكري شغاله عنده بعد ما اشترى نصيب. بالظبط يا بابا، هو ده اللي حصل صح. يعني انت مرتاحه كده يا جمالات؟ مرتاحه؟ طبعا مرتاحه يا بابا. امال يعني هيكون في حاجه تانية؟ على العموم ربنا يوفقك يا بنتي. ربنا يخليك ليا يا بابا. يا رب استر معايا يا رب. ايه جمالات؟ بتعيطي يا بنتي؟ تعبانه يا بابا، تعبانه ومش لاقيه لي جنب ارتاح عليه. يا حبيبتي يا بنتي، في ايه؟ تعالي في حضني. مالك؟ اتكلمي يا حبيبتي، فضفضي. اقول لك ايه يا ماما ولا ايه؟ ماما علشان لو كنت بتحبيني ما تقوليش مالك بتعيطي ليه؟ سيبيني اعيط كده في صدرك بس. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حضرة النظرة مش عارفين نشتغل ولا نشرح بسبب الهيصة اللي عاملينها بره دي. معلش يا انسه ايناس، ده مدرس الموسيقى الجديد راح يعاين اوضه الموسيقى قبل ما اتفق معاه. بنجرب يا فندم. بتجرب ايه؟ الفصول مش عارفه تشتغل. ثم مين اللي معاك ده؟ ده المساعد بتاعي. يعني ايه مساعد يا استاذ؟ احنا عمرنا ما سمعنا عن مدرس موسيقى له مساعد. ازاي يا فندم؟ امال مين اللي ينظف الالات الموسيقيه للاستاذ؟ ده شغل الفراشين يا ابني. فراشين؟ هو كل من هب وده بيمد ايده على الالات الموسيقيه ولا ايه؟ تنظيف الالات فن يا حضرة النظرة، والمساعد بتاعي واخد كورس 21 حقنة في تنظيف الالات. عموما انا مش هرتبط بعقد غير معاك انت يا استاذ عبد، وما تنساش ان احنا مش مدرسه حكوميه، احنا مدرسه خاصه فجله. المهم اخدم الاستاذ واقف جنبه وهو بيكافح. اصل ده الملهم بتاعي. انت حر يا استاذ عبد، تجيب 10 يخدموك يلهموك، المهم انا مش هدفع الا اجرك وبس. قلت ايه؟ موافق يا حضرة النظرة. يعني انت معاك شهاده في المزيكا يا عبده؟ طبعا يا بابا. المدرسة الخاصة اللي انا بشتغل فيها شقطوني شقط، خدوني بسرعة اول لما شافوا شهادات الخبرة بتاعتي. معلش يا بابا، اعديها المرة دي. الكلام ده جد يا عبده؟ الحقيقة بعد ما طلعت من الجيش كنت قلقان قوي على مستقبلي الفني، واشتغلت مدرس الحمد لله، وما كنتش عايز اقول لكم الموضوع ده الا لما يتم. وهيدوك ما هي كام بقى على كده؟ عندك اعصاب 40 جنيه. ودول هيكفوا ايه ولا ايه؟ مش مهم الفلوس يا فيزا، المهم البدايه. على خيرة الله يا ابني، مبروك يا عبده. انت متاكد انك مدرس؟ مش عيب انكم تغلطوا يا اولاد، كلنا بنغلط، بس المهم نعرف اخطائنا. يا سلام، كلامك كله عبر والله يا استاذ. سقف الاستاذ هنا.
دلوقتي هنتكلم على السلم الموسيقي. هاخدكم ونطلع درجات السلم، درجة 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 درجة. في منكم هيطلع عازف كبير بيتهوفن، وفي منكم هيبقى ستارتر، وفي منكم هيبقى بخ. اروح الحمام يا استاذ. احترم نفسك يا بنت واحترم الاستاذ اللي قدامك. اعبدهولك يا استاذ. لا يا سعيد، بالراحة باللين. كل شيء في الدنيا بالقوة إلا حاجتين: المزيكا والبيبي. احمد. حاضر يا فندم. مش عايز حاجة مني قبل ما انزل؟ لا مفيش، اتفضل حضرتك. طب ما تنساش تفوت بكرة الصبح بدري على قلم المحضرين عشان الإعلان. حاضر. تصبح على خير. وانت من أهله يا أستاذ. الو 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 ما قلنا الو. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم امام؟ الله يسلمك يا عاشور الفندم. الاستاذ كمال مدرس على المعاد وجاري في السنة. اهلا وسهلا، مرحبا، اتفضلوا استريحوا. بالمختصر المفيد الاستاذ كمال جاله اعلان جاله، ومن ساعتها عينيه ما شافتش النور. قلت له ما فيش حد هيريحك غير عاشور الفندم. وانا تحت امرك. اعلان ايه بقى؟ هتبقى انا بقى عشان الدكان لوحده. مع السلامه يا عم امام. سلام عليكم. وريني بقى سيادتك الاعلان مكتوب فيه ايه؟ مش مكتوب في حاجه غير نمره القضيه وتاريخ الجلسه. معلش، ما هي كل الاعلانات كده. طب مش فهمونا الموضوع ايه؟ ما تخافش، ان شاء الله خير. لا بصراحه بقى انا خايف جدا وما بنامش. انا لا عمري دخلت ولا رحت محكمه. يكونش حد من الولاد اتخانق مع حد. الولاد انا معيش غير 2. الولد بيشتغل في السعوديه والبنت اتجوزت ومع جوزها في امريكا. طب الست يمكن اتخانقت مع الجيران؟ الست الله يرحمها من زمان، وانا قاعد في الشقه لوحدي بوحد الواحد. معلش، الباقيه في حياتك. ولو اني ما بدخلش المحكمه غير لما اخلص شغلي، لكن انا هقوم علشان اطمنك. الله يطمن قلبك. لو تعرف الخوف والقلق اللي انا فيه كنت عذرتني. شوف اديني بصاب يا اخويا. انت موديني فين بس؟ ده الارشيف، ده اللي تقول على الشمال يا ست. اجري. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ عبد اللطيف. صباح النور يا عاشور افندي. شوف لي الاعلان ده بتاعي وحياة والدك. دي قضيه جلسه يوم السبت بعد بكره. يوم ما احنا فكينا الخط الرئيس اللي انتوا كاتبينه وعرفنا النهارده تبقى بتاعت ايه؟ بعد بكره هتعرف في الجنة. ده كلام يا استاذ عبد اللطيف، لازم تقول للراجل عشان يستعد ولا يجيب محامي.
يا سيدي عيب ولا ما عيب؟ هيجيب محامي. المفروض تكتبه في الاعلان سبب الاستدعاء او موضوع القضيه انك تفهم. انا بيطلع من عندي في اليوم 4000 اعلان. لو هنكتب في كل اعلان سطر واحد يبقى مش هنخلص في ثلاثه. وانت تدري عارفين يا عاشور افندي. والحل ايه يا استاذ عبد اللطيف؟ بعد بكره تيجي الجلسه وتجيب معاه محامي يطلب له تاجيل وبعد كده يعرف ينظم نفسه. ما انت عارف يا عاشور افندي. ما تخافش يا استاذ كمال، ان شاء الله خير. النهارده الخميس، يوم السبت هتلاقيني مستنيك في الجلسه انا وابني الاستاذ احمد المحامي عشان نطمنك. استرها يا رب. لسه هتستنى لحد بعد بكره؟ اجمد يا استاذ كمال، ما يصحش كده. احنا بنعمل يا عاشور افندي ده مما يعلم به الا ربنا. مش جايز حد يكون رافع عليا قضيه علشان يوديني في داهيه ولا مصيبه وانا في السن ده يخلصك. مش للدرجه دي يا استاذ كمال. امال بعتني ليه؟ بعتني ليه بس؟ عاشور افندي ارجوك اعمل المعروف ينوبك ثواب. لو تعرف اي حاجه عن الموضوع ده اتصل بيا واديني خبر خليني استريح اعرف انام. استرها يا رب، جملها. ما ده هيكون مشكلة كبيرة، وتروحي أنثى جمال قدام القاضي يحجزك ولا تخرجش، بتبقى مصيبة، بتبقى كارثة. لو بس كانوا يكتبوا هم عايزيني ليه. استغرب 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 يا رب. محمد محمود الدمنهوري. غرامة 40 جنيه. كمان دلوقتي ايه كمان؟ محمد عبد الله المنصوري. حاضر وسهلا يا فندم. واطلب التأجيل الاطلاع. تؤجل لجلسة 12/4. لطفية على صفر. حاضر مع المدعي يا فندم. جبت مستندات الملكية يا أستاذ؟ ايوه يا فندم، وفقر ملف الدعوة. تؤجل لحكم الجلسة 27/3. حامد محمود خالد. غرامة 20 جنيه. فتحية سعد المنصفي. غرامة 30 جنيه. محمود مصطفى أبو هندية. غرامة 20 جنيه. جمال عبد اللطيف السكري. حاضر على المتهم يا فندم مؤقت. تأجيل يا أستاذ، الموضوع ما يستدعيش. غرامة 10 جنيه مع الإزالة. شباك يفتحوا من 3 سنين يعملوا له محضر ويربكوه ويفزعوه عشان فتحوا من غير ترخيص يا بابا. ولو يا ابني يكتبوا له في الاعلان عاوزينه ليه؟ مش يبقى موضوع تافه يعملوا الغاغه والزنبلته دي كلها. ما هو يظهر الراجل برضه حس في هيافه الموضوع قام رايح دماغه ولا جاز. والله جدع ان ما جاش. هيجي يعمل ايه؟ ولو جه هيقولوا له غرامه 10 جنيه. السلام عليكم. خد يا عم امام.
ادي الاعلان ده الاستاذ كمال. استاذ كمال؟ الموضوع طلع هايف قوي، غرامه 10 جنيه دفعتها له، يبقى هاتها لي منه وهات لي معاك الحلاوه. حلاوه ايه يا عاشور يا فندم؟ الراجل طلع خالص. طلع؟ قصدك ايه؟ الاستاذ كمال تعيش انت، جات له سكته قلبيه من الخوف. الراجل مات من الخوف، خاف من القضيه. دول 10 جنيه 10 جنيه كانوا كتبوا له عاوزينه ليه؟ كانوا قالوا له، كانوا كتبوا له. الراجل مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايوه يا نهى. لا اطمني، ان شاء الله كل خير. وبابا جاي امتى؟ ياه، كويس انك ما قلتلوش على التطورات دي. حاضر يا حبيبي، يوسف. حاضر. وانت مش عايزه حاجه؟ طيب يا ستي، مع السلامه. ايوه يا فندم. حضرتك اطلعت على الاوراق دي؟ اولا مدام نهى بتشكرك على مواقفك معاها. العفو يا فندم، لا شكر على واجب. ثانيا بالنسبه للاوراق دي، متهيألي انها هتفيدنا قوي قوي في موقفنا. الحمد لله. بس حاجه واحده بس اللي ناقصه، المستندات اللي استلموا بيها الصفقه. دي ملهاش اي اثر في المكتب. مش ممكن نجيبها من ميناء الوصول؟ تقصد حضرتك ان انا اروح ميناء اسكندريه؟ تمام. لو تقدر تجيب لي اي مستندات تثبت خروج الشحنه من الميناء على مخازن ابو اكرم، يبقى كسبنا نص الجوله. خلاص يا فندم، من بكره اروح اسكندريه. بس خلي بالك، دي مهمه صعبه مش سهله زي ما انت متصور. ينوبك ثواب يا رزق، وانت رايح المعلم ثواب كله. اديله القسط بتاع شقه الاستاذ ابني. من عينيا الاثنين. ما تنساش تجيب الوصف. عيب يا عاشور يا فندم، ودي حاجه تتنسي؟ ده اخر قسط، وكلها اسبوع ولا 2 ونستلم الشغل. حلو يا حسان، حلو. صباح الفل يا ابو عاشور. صباح الخير يا زوج. عن اذنك يا عاشور يا فندم. اقعد يا حسان، اقعد، بيتك ومطرحك، اقعد. خير ان شاء الله. بصراحه يا عم عاشور، انا نويت بقى ابيع التاكسي واتوب. ايه بس يا زوج؟ بصراحه بقى يا عم عاشور، مش جاي لي من وراه غير وجع القلب والدماغ، واديك شايف البلوه اللي حصلت لي بسبب توصيله. وهي القضيه وصلت لغايه فين؟ انا عارف يا عم عاشور، اهل العيله كلها اللي مرميه في المستشفى رافعين عليا قضايا. ولا مؤاخذه في قضايا على التاكسي؟ لا 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 سعسان، انت مالكش دعوه، التاكسي صح سليم. انا لازم افهم، لا مؤاخذه اشتري ايه؟ مش كل مره اشتري عربيه عليها مشاكل. الله ده يا حسان، ما احنا جايين زي السمنه على العسل ومتفقين. لا دي مشكله مالهاش دعوه بالتاكسي خالص. اطمن، التاكسي سليم. هو لا مؤاخذه انت صاحب التاكسي؟ الحقيقه لا. امال بتفتي ليه؟ بفتي؟ انا عاوز اريح قلبك. وفيها يا حسان يعني لما يريح قلبك يعني؟ يريحني بمناسبه ايه؟ يعرفني؟ اعرفه؟ ده يلا يكتب لنا عقد وخلاص. اكتب وانت ساكت بقى. الله الله الله، انت جايبه هزاني؟ لا يا عم عاشور، حقك عليا، امسحها في دقن انا. بس حسان حسان، مش معقول كده، حصل خير. انا اصلي ما احبش الراجل اللي يحشر نفسه في اللي ملوش فيه. ده مش ملاحظ ان انا اتهزاك يا جنفل؟ حسان، الموضوع بسيط. ما تبسطهاش، ما تبقاش طيب. الاشكال دي اصل انا عارفها كويس، ما تعديهاش. ده مش ملاحظ انه يزودها يا زنفل؟ معلش يا عم عاشور، معلش. عديها انت يا حسان، عديها انت ومشيها. يلا يا عم عاشور، اكتب لي العقد، اكتب العقد. مش كاتب عقود. ما تكتبش، بلاش، هو ما فيش غيرك. اعوذ بالله يا اخي، قوم بينا بقى. اهو ده بقى اللي ما يتسابش. شايف كده؟ يا اخي بقى احترم نفسك بقى، احترم نفسك يا حسان. احنا قاعدين من الصبح مستحملينك ومدلعينك، واقول يد هيشتري، يد هياخد العربيه، يد هيريحني من ام التاكسي، وعمال تهزق الراجل اللي قدامي وانا سكتك. انا رايح مشوار يا عم عاشور وراجع لوحدي. تعالى هنا. ايه ده يا دنفل؟ في ايه يا دنفل؟ اي الحق يا عاشور. كفايه يا زنفل. يا عادي، مش كله في عين واحده
انقل على السرير. مدام مفيش قدامنا غير الحجز لغايه ما حضرتك تسوي امورك مع البنك. يا استاذ انا فهمتك الموضوع كله. اسف يا مدام، حضرتك لازم توقعي. السلام عليكم. استاذ احمد جيت في وقتك. الاستاذ احمد المحامي بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ. خير يا مدام نور. الاستاذ بيمضيني على محضر حجز لصالح البنك. هو البنك خد حكم يا استاذ؟ لا يا فندم، بس لسه القضيه قائمه. خلاص لما البنك ياخد حكم احنا تحت امركم. بس المدام لازم توقع. المدام ممتنعه عن التوقيع، يعني مش هتوقع على حاجه ثانيه. ممتنعه عن التوقيع. انتوا احرار. سلام عليكم. مع السلامه استاذ. الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا مدام. وجيت من القاهره على طول يا استاذ؟ لا عديت على المينا الاول يا مدام. من امتى يا استاذ؟ الصبح بدري يا مدام. وايه اللي جابك اسكندريه يا استاذ؟ جاي اطمن عليك ومش هقول كلمه يا مدام بعد كده. امال هتقول ايه يا استاذ؟ من غير لف ولا دوران نقع حاجه. على راحتك واللي تقوله. انا شخصيا مش هقدر اقول لك غير يا استاذ. طبعا لازم تقول يا استاذ، خصوصا لما تعرفي ان انا جبت لك مستندات مهمه جدا تخرجك من الورطه زي الشعره من العجين. بجد يا احمد؟ الله 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 الله. امال فين يا استاذ؟ انا اسف، كانت زالة لسان يا استاذ. عموما الغلط مردود لك، انا كمان لساني هيزل ومش هقول لك غير يا مدام على طول. يا ريت تخليها نوع حسين. انت اللي طلبت بلسانك اهو. مش عايزه اي حاجه تفكرني باللي فات ابدا. ايوه مستني. لا كفايه كده قوي وستين. انا اللي عازم، انا اللي اقول كفايه ولا مش كفايه؟ ولو برضه كفايه. لا 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 بقول لك ايه؟ ايه؟ خلاص شكرا كفايه. كان المفروض ان انا اللي اعزمك النهارده احتفالا بالمناسبه دي. ليه بقى؟ علشان انا اللي هخرج من الورطه دي مش انت. واحد اي ورطه يا نهى او مشكله تقعي فيها انا كمان ابقى معاكي فيها. ياه ده مبدأك مع كل زباينك؟ لا طبعا مع اللي يهمنا عمرهم بس. ده معناه ان عمري يهمك يعني. نعم انا راجل ما بعرفش اللف والدوران وما بعرفش اقول كلام مجاوب. انا بحبك يا نهى ومش عايز يعني مش عايز اضيع وقت اكتر من كده وقتك على نفسك في التردد في ان اقول لك او ما اقول لك. نهى والله العظيم بحبك. كل يوم والتاني سفر. ما تكلم صاحبك ده يخف عن الواد شويه. سيبيه يشوف شغله يا بيتزا. احنا ما عدناش بنشوفه خالص، لا في اكله حلوه ولا في قعده هنيه. ما كانش يتعب في شبابه، هيتعب امتى؟ يا اخويا تمام يا بابا، لازم الواحد يكافح في شبابه. وانت عامل ايه في شغلك يا استاذ عبده؟ ادينا بنكافح. الولاد ملطمني، ما عندهمش حس فني، رافضين يتعلموا مزيكا. ما هو صعب برضه يا عبد تعلم عيال في سنهم مزيكا. ازاي بقى؟ ما هو مزار كان في سنهم بيعزف مزيكا. لو انت بتعلم العيال المزمار تصدق بقى ان احنا في بلدنا كانوا العيال صغيرين قد كده ويضربوا على المزمار زي القرود. مزمار؟ حد جاب سيرة المزمار؟ مش انت يا ابني اللي بتقول؟ ومين اللي مسروق كده؟ شوف مين يا ضحى اوام. حاضر يا ماما حاضر. فين بابا يا ضحى؟ فين بابا؟ ايه يا جمالات؟ مالك يا بنتي كفالة الصد؟ فكري قبض عليه. والحل يا شويق؟ ممنوع. ده اخويا يا حضرة الصوت. قلنا ممنوع يعني ممنوع. ده كلام يا جدعان، يعني معرفش ادخل لاخويا الحاج اطمن عليه. روح العب بعيد يا شاطر وبطل زن جنب دماغي. ايه زن دي يا شويق؟
سيبني ناموسه واقفه قدامك الزن ايه؟ طيب انت كنت فين يا ولد؟ عمال ادور عليك من بدري. الحق يا استاذ انقذني يا منقذ. في ايه يا سعيد؟ في ايه؟ في الشويشه يا استاذ مترجي، خليني اشوف اخويا فكري في الحاج. بسيطه ايه انا هتصرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نخش الحاجز يا شويش. ممنوع. انا يتقال لي ممنوع؟ ايه يا شويش؟ حد يقول الاستاذ ممنوع؟ الاستاذ محامي. لا، لينا واحد قريبنا في كليه الحقوق، وبعدين الاستاذ اكبر من كده بكتير. البيه نيابه. نيابه عن الولد ده، وبالاصاله عن نفسي عايزين نخش الحجز يا شويش. ايه؟ ايوه يا بيه، يعني سيادتك وكيل نيابي؟ لا، انا وكيل فنانين. ها؟ وكيل ايه؟ نعم يا اخويا. اصحى يابا، الاستاذ عبده تامر فنان الامس واليوم والغد، وفنان الشرق والغرب، ومدرس عشان ابقى فنان الشمال والجنوب، ومدرس عشان يبقى فنان الشمال والجنوب. تشرفنا يا فنان يا كبير. ايه ده النور اللي منور الداخليه كلها ده؟ احنا تحت امر الفن ورجال الفن. طلباتك ايه؟ قوم اشرب ارمش بعينيك بس. عايزين نخش الحجز باسم الفن. قلنا ممنوع يعني ممنوع. ايه ده ايه يا شويش؟ حد يقول للاستاذ ممنوع؟ ده برج الفن العالي منور. لو جبت لي برج القاهره ذات نفسه ما هو ده ممنوع يعني ممنوع. انت قد الكلمات يا شويش؟ روح يلا انت وهو بره جنب الاسم بره حته كده كبيره ووسخه، اقعدوا جنبها العبوا في الطين. احنا نلعب في الطين يا شويش؟ احنا خارجين لكن راجعين. اهدى يا سعيد اهدى، لكن راجعين عشان نخش الحجز باسم الفن والقانون. ورايا يا سعيد. سلام. مع السلامة يا برج، ده اتخبط في برج نافوخك من نفلوه. هنعمل ايه يا استاذ؟ بفكر. سيبنا افكر. انا خايف التفكير يطول وترسم ان احنا نلعب في الطين. اسمك يا فتى. لا كنت ولا سلمت. اما الاستاذ يقول لك بيفكر يبقى بيفكر. الله يرحمك يا ارشميدس. لقيتها، وجدتوها. في ايه يا استاذ؟ يا استاذ بعد اذنك، مين الباشمهندس ارشميدس ده؟ ده زميل عبقري، فيلسوف كبير قوي زي كده يا سعيد. لقى حل لمشكلته زي ما انا لقيت حل لمشكلتنا في دخول الحج. ازاي يا استاذ؟ اضربني. اضربك؟ معاش ولا كان اللي يضربك يا استاذ. حد يضرب الحضاره؟ حد يضرب العبقريه وبرج الفن العالي المنور؟ بطل غباء يا سعيد. تضربني اضربك. فوكس مني، فوكس منك، اخزق لك عينيك، تشيل مناخيري، ومفيش مانع من شلوط. تبقى مشكله نخش احنا الاتنين الحج. يا استاذ معقول انا اضربك وشلت لك ايدي ورجلي ما يطوعنيش يا استاذ؟ الضروره لها احكام، وبعدين الضرب مش جديد علينا يا سعيد. ياما اتضربنا في الافراح والليالي الملاح، بس ده كان في سبيل الحانك ومؤلفاتك يا استاذ. ودلوقتي في سبيل ذكر اخوك وجوز اختي. اضرب! ايدي اتشلت يا استاذ. لكن انا ايدي لسه ما اتشلتش. خد دي. بتضرب يا جمال؟ واضرب اهلك واللي شدت لك يا سعيد. تعرف مستشفى العجوزه؟ طبعا يا سعيد. خيط فيها.
استاذي موتني يا سعيد. سعيد الف سلام عليك. كارثي الف سلام. معاي قوم معايا يا استاذ، قوم معايا انا اسف. قطع ايدي سعيد، قطع ايدي يا سعيد. الف سلام. خد بالك من المذكرات يا سعيد. انت بخير يا جماعه؟ والله انا اقول لامك، اقول لامك يا خدت بيتنا، خدت بيتنا. يا سلام، يعني تبهدلوا بعض البهدله دي كلها علشان 50 قرش. ال50 قرش دي يا حضرة الصول كانت عربون، انما كان هيجي وراها ألوفات هقبضها لوحدي من الفرح. لا يا عمور، انت عارف ان اصحاب الفرح كانوا عاوزين انا، مش عايزينك انت خالص. ابدا ابدا يا حضرة الصول، انا كنت هحيي الليله لوحدي، وكان هيبقى معايا رقاصه وشمعدان. بس منك له ده ايه يا استاذ؟ ده دخله كمان قدامي. لا مؤاخذه يا حضرة الصول، دخلنا الحجز وانا اوريه مقامه جوه. ايوه حسون دخلنا الحجز عشان نخلص طاري. شايف يا حسون؟ شايف عضتني ازاي؟ ده ما حدش يا حسون، ده خد قطمه. بص اهو ناس اسنانه جوه اهو حسون. دخلنا الحجز بقى عشان نخلص طاري. عيب تخسروا بعض عشان 50 قرش. يلا صلحوا بعض. ما تحاولش يا حسون، دخلنا الحجز ابوس ايدك. ايوه دخلنا الحجز يا حضرة الصول يبوس ايدك. انا ما ببوس ايد حد. هو الخلاف كله على نص جنيه؟ هذا النص جنيه ولا تزعلوا. يلا يا ابله جمالات الاكل جاهز. لا يا ضحى ما تعملوش حساب، انا ماليش نفس. ازاي بقى؟ قومي مدي ايدك كلي اي حاجه، انت بالصبح ما كلتيش. احنا جعانين يا بابا. يا بنتي اهمدي، انتوا مش لسه واكلين؟ معلش يا بنتي تعالي وكليهم تاني وكلي معاهم عشان خاطري يا جمالات. منين النفس بقى يا ماما؟ ضحى اعملي معروف اكليهم انت. يلا روحوا لخالتكم تاكلكم. يلا يلا. هنا عايزين نتفرج على اسماعيل ياسين في الفيديو. ما عنديش فيديو يا اختي، قطعوا الفيديو وسنينه. ماما ما تيجي نروح عشان الفيديو. ما تهمدي يا بنت، بلا فيديو بلا زفت. ايه يا جمالات؟ مش كده يا بنتي بالراحه، دول صغيرين ما لهمش ذنب. غصب عني يا ماما، غصب عني. انا في نار، في نار يا ناس. تبات نار تصبح رماد، لها رب يدبرها اسمه الكريم يا بنتي. يا رب يا ماما، يا رب بابا يرجع من عند المحامي يطمنا. والله الوضع زي ما عرضته عليا كده ما يطمنش ابدا يا عاشور. ده اللي قلقني يا سعاده البيه. انت عارف ان جرائم الاختلاس والتلاعب بالاموال العامه ده موضوع ما فيهوش فصال، لانه بيبقى مرتبط بحسابات ودفاتر وجرد زي ما انت عارف. ايوه عارف يا سعاده البيه، انما ما نلاقيش يعني ثغره صغيره كده. لو بريء هتلاقيها مفتوحه كده من غير ثغره، ولو مدان مش انا المحامي اللي يدور على ثغره عشان اطلع منها مجرم. لا مؤاخذه يا سياده المستشار، غصب عني، والله غصب عني، انا ما اقصدش اجرح سيادتك. انا عارف انك بتتكلم بلسان الوالد مش بلسان اللي عاوز يتستر على الغلط ويخدع القانون. تمام والله يا بيه تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا ابو حميد. جيت في وقتك يا ابني. الله يسلمك. خير يا بابا؟ في حاجه؟ يعني ايه؟ هيحبسوه؟ مش هيطلع؟ وانت واقف كده مش هتتصرف؟ هو انت مش محامي؟ ده برضه جوز اختك. الاستاذ عبد الفتاح ما قالش كده يا جمالات، بيقول النوع ده من القضايا صعب خروجه، وحتى ان خرج يبقى بكفاله كام الف جنيه. من ناحيه الفلوس احنا معانا فلوس كتير قوي، ادي المحكمه الفلوس اللي هي عايزاها بس يخرج. برضه ولو الفلوس ما تعملش حاجه دلوقتي، حتى اذا خرج يا جمالات هتبقى قضيه ويتحدد لها جلسه. اهو شوفوا لكم حل، اتصرفوا وهاتوه. وبعدين يا بنتي ايه دي امال؟ شوفوا لكم حل يا ماما، شوفوا لكم حل يا ناس. الحل كان في ايديك انت، ما تصرفتيش معاه ليه؟ كدبت عليا ليه؟ كنت بتدافع عنه ليه؟ ليه؟ غصب عني يا بابا، انا كنت عايشه بين نارين. مهما كان ارحم من النار اللي انت عايشه فيها دلوقتي. تعملوا الغلط ونحذركم منه وتقولوا لنا ليه؟ ما قلتليش في الحقيقه ليه؟ كنت عرفت اتصرف معاه ليه؟ غلطه يا بابا، غلطه واستاهل عليها ضرب الجزم. تستاهلي ضرب الجزم دلوقتي لما المصيبه حصلت. انا ربيتك بالحرام يا بنت. لا يا بابا ردي عليا. مش كده امال، ردي عليا يا بنت. مش كده امال يا بابا.
العيال دول ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه؟ من كل الله، من كل الله. اهدى يا بابا، اهدى. احمد خد البنات دول ودخلهم الاوضه دلوقتي. حاضر يا ماما، يلا. من كل الله، من كل الله. عاجبك كده يا نفيسة؟ مبسوطة؟ انا كمان هتحملني ذنبهم؟ اللي جاب كان في ايدك انت. خلفي يا جمالات وجمالات تخلف، خلفي يا جمالات وجمالات تخلف، لغايه ما حملت الراجل فوق طاقته. وادي النتيجه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بس عشان حق ضميري قدام ربنا وقدام اختك وقدام نفسي. يا عاشور وغوشتني عليك، انت كنت فين؟ ايه؟ مش عايز مني حاجه يا بابا. لا يا ابني، خش انت استريح نام عشان تقوم تشوف شغلك. تصبح انت من اهل انت من اهله. انت لسه واخد على خاطرك مني يا عاشور. معلش حقك علي. ولا عليه يا فيصل؟ معقول يعني تنام وانت غضبان عليا برضو؟ ولا غضبان ولا زعلان، اللي حصل حصل والسلام. طب قول لي انا مسامحك يا سيدي. مسامحك يا فيصل. ربنا يبارك فيك ولا يحرمنيش منك ابدا. انا هقوم بقى احضر لك لقمه كده تاكلها قبل ما تنام. لا ماليش نفس. عشان خاطر انا هقعد معاك وافتح نفسك. طيب يا فيصل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. بس بس يا حبيبي، بس 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 يا روح. بس ماما نامي هو، نامي حبيبتي، نامي يا روح. بس 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 يا حبيبتي، بس بس يا حبيبتي، بس نام نام يا حبيبتي، نام. عاشور انت نمت يا اخويا؟ لا يا فيصل، معلش العيال دخلوا ناموا في اوضتك ما لحقتش انقلهم. سيبهم نايمين جنب الولاد يا فيصل، ما تقومهمش. بس دول عيال جايز يعملوها جنبك ولا حاجه. سيبهم يا نفيسة. طيب قوم يا اخويا بقى، قوم عشان تاكل لك لقمه. هي جمالات نايمه فين؟ بابا قوم يا بنتي، كلي لك لقمه، ما تناميش كده، حقك عليا. انت اللي حقك عليا يا بابا. خلاص يا بنتي، لا حقك ولا حقك، المهم ما تناميش زعلانه. ربنا يخليك ليا يا بابا. والله وجه اليوم اللي كنت خايف منه يا فكري. يا ريتني ما مشيت في السكة دي. استرها معايا يا رب،
وطلعني منها على خير. يمين بالله ما هرجع للسكة دي تاني. استرها معايا يا رب، استرها يا رب.